الاهلي عمل حاجه صعبه جدا مع عبد القادر. انا ما كنتش اتوقع ان هم يكونوا بالغباء دوت مع لاعب. يعني هم جابوه كانوا بيحفوا وراه، واللاعب ده كان قريب ان هو ينتقل لنادي تاني برضه في الاول، ولكن قالوا له لا تعالى وهنضمن لك مكان في التشكيله وي 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 وي. وفي الاخر فضل الاهلي عشان هو منه وراح. ولكن حاليا الدنيا بتتقلب على احمد عبد القادر. تعالوا نقرا الخبر. الاهلي قرر بشكل نهائي استمرار احمد عبد القادر وتجميده لنهايه الموسم. طب ما انت كده في حاجه غلط عملتها يا اهلي. كده الراجل هيمشي ببلاش. ما كنت بعته، ما كنت بعت بجد الست شهور بتوعه. ما انت هتمشيه، ما هو كده كده ماشي. واستمراره معاك واعلان تجميده معاك، يبقى انت خلاص شكرا ماشي. طب ليه؟ طب اجمده ليه؟ ما اكسب منه فلوس، اكسب منه ان شاء الله حتى 5 مليون جنيه احسن ما اوديه ببلاش. حال استمرار رفضه كافة كل العروض، وذلك لمنع انتقاله المجاني إلى الزمالك في الميركاتو الحالي. يعني انت بتتكلم في الميركاتو الحالي، لكن بعد 6 شهور هيبقى مجاني ويرحل ببلاش عادي. اللاعب ممكن يقول لك هتدرب ال6 شهور ومش عايز العب، هناخدها عناد بعناد، هتدرب ال6 شهور وهروح للنادي اللي انا عايزه ببلاش. ما كنت بعته يا عم ال6 شهور دول لاي نادي، للزمالك نفسه حتى. هو العلاقه صعبه كده ليه؟ انا بشوف ارسنال هناك راح داخل على مانشستر سيتي، خد جابريel خصوص على عادي جدا، رغم ده المنافس الاقرب ليه في الدوري. دخل خد ما اعرفش كاي هارفيتس من تشيلسي، دخل مش عادي، الموضوع سهل. انتوا ليه مصعبين الموضوع وكانها حياه او موت؟ ما تدوا يا عم الزمالك اللاعب، طالما اللاعب عايز يروح ومش عايز يلعب عندك هي عافيه. يعني انت كده لما بتجمده كده انت بتربيه؟ لا انت مش بتربيه، انت كده بتضيع على نفسك انت الفرصه. بدل ما هتاخد فلوس شكرا باي باي، مش تاخد ولا جنيه. ما اعرفش، ده تصرف غريب من الاداره وسوء اداره، مش حاجه حلوه من الاداره.